السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. متابعين كنت عاملين ايه؟ منورين. النهاردة احنا هنعمل البليلة أكلة شتوية عظيمة. هو حباية قمح كاملة. بنجيبها بلدي، اللي حابب يجيب طبعا مستورد يجيب، بس البلدي بتبقى احسن، بتفشر بسرعة وبتستوي بسرعة وما شاء الله رائعة. المستورد بيجيبوها بتوع المطاعم علشان تستحمل الغلية وتستحمل المية والحاجات دي كلها والنار وكده. احنا اول حاجة غسلنا القمح، نقينا القمح كويس وغسلناه كويس، وبعد كده حطيناه في حلة. في ناس بتنقعه 10 ساعات، تمام. في ناس بتنقعه وفي ناس بتبتدي ان هي تغليه وتسيبه منقوع. هنا انا نقعته 10 ساعات او 6 ساعات، يعني حسب انتي ووقتك. بصوا الحباية ما شاء الله كبرت، دي كوباية واحدة بس ما شاء الله. ملت الحلة. هنبتدي ان احنا نحطه على النار. اول ما يبتدي يغلي هنبتدي ان احنا نغطيه ونسيبه ساعتين. هو بس غلوة 2 خلاص، على كده هنقفل عليه ونسيبه. بصوا الحباية بقى ما شاء الله ملت الحلة ازاي، فشرت وملت الحلة. ممكن لو انتي عايزة تعمليه بلبن هيبقى كويس، عايزة ان انتي تاكليه بسكر بس هتدوبي معلقتين نشا في كوباية مية وتحطيهم، هيبقى اللون لون المطاعم، اللي هو اللون الابيض اللي هو اللبن ده، زي لون اللبن. بس انا بسيبها مسلوقه وبحطها في الفريزر، وبطلع كيس كيس اعمله بلبن او اعمله عادي. مش مستحب يعني ما بحبش النشا بمعنى اصح. بصوا الحبايه ما شاء الله فشرت ازاي. هبتدي ان انا جبت كوبايه لبن، جبت كوبايه سكر. كوبايه اللبن كبيره مضاعفه، مش قد كوبايه السكر. وفي عندي فانيليا سايله. ابتديت حطيتهم في الحله وحطيت البليله عليهم، وحطيت رشه الفانيليا بتاعتنا. هيبتدي ياخد غلوة 2 ما شاء الله، ما اقدرش اقول لكم، رائعة 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 رائعة. والف هنا وشفا على كل المتابعين اللي هيجربوا وصفة البليلة. بصوا ما اقدرش اقول لكم، بتدفي وجميلة وطعمها حلو ومغذية، وفيها كل حاجة، فيها كل العناصر الغذائية. وهتعجب اولادكم، وهيبقوا بيدخل لهم قمح ولبن وكل حاجة. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. الف هنا وشفا. تابعوني قناة كيميت. يا ريت تعملوا لي لايك واشتراك، فضلا وليس امرا منكم. شكرا جزيلا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.